السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بالخير والبركة يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت التمر أو بسكوت العجوة زي ما بتقولوا عليها، وكمان يا حبايب قلبي هنعمله من غير سمنة أو زبدة، وإزاي يطلع معاكِ ما شاء الله مقرمش كده، والسر اللمعة بتاعته شايفين اللمعة حلوة إزاي، وهنعمل أشكال كتير عشان كمان رمضان، هنعمل هلال والنجمة وهنعمل وردة وهنعمل أشكال كتيرة حلوة. أول حاجة نسمي بسم الله ونجيب البولة بتاعتنا وننزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده هننزل بنُص كوباية من السكر البودر، ويكون البودر طبعًا طحناه في البيت أفضل من بدل ما تشتريه من برّه جاهز ما بيبقاش حلو. اطحنيه أنتِ نُص كوباية في الكبة بتاعتِك كده واشتغلي بيها، وبعد كده هنجيب معلقة صغيرة من الفانيليا أو كيس فانيليا كده بودر براحتك، وكل خطوة بين الخطوة والخطوة لازم تدّيها ضربة كده بالمضرب. بعد كده هننزل بنُص كوباية من الزيت، وبرضه ندّيها تقليبة. وبعد كده هنبدأ ننزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ويا ريت تشوفي نوع كويس من البيكنج باودر عشان في منتجات مغشوشة. وبعد كده هننزل بكوبايتين من الدقيق، الدقيق طبعا بمعيار السوائل 250 ملي. الكوباية يعني معيارها كده بمعيار السوائل 250. لو انت ما عندكيش المعيار ممكن تجيبي كوباية الشاي، بس الكوباية الكبيرة مش الكوباية الصغننة دي لا، كوباية كبيرة، وتعملي برضو ايه كوبايتين. وبعد كده تنزلي بيه، وطبعا تشيلي المضرب بتاعك وتبتدي تقلبي بالمعلقة كده. طبعًا العجينة دي مش عايزة عجن بالإيد خالص. بعد كده حسيت لسه فيها تلزيقة جامدة كده، وطبعًا العجينة دي مش لازم تبقى فيها أي تلزيق خالص في الإيد، فزوّدت لها معلقة كده من الدقيق وغسلت إيديّا كده وبديت ألِم بيها العجينة. لقيتها ما عادش بتلزق خلاص في إيديّا. بعد كده شِلت إيدي خالص وجِبت معلقة كده سيليكون ومسحتها بالزيت من فوق ومن تحت كده، وبدأت ألِم العجينة بيها من جوانب الطبق. وعايزة أقول لكم طلعت بكل سهولة زي ما أنتم شايفين كده، ما لزقتش خالص بعديها. وطبعًا إيديكِ طالما مغسولة بعد التقليب كده، خلاص ما عادش بتلزق زي ما أنتم شايفين كده وطرية وهشة جدًا. طبعًا مش هينفع نشتغل فيها على طول، مسحت كده مسحة زيت في البولة وحطيت العجينة بتاعتي ترتاح طبعًا عشان إحنا في الجو بارد يعني، هنسيبها 20 دقيقة، لو في الصيف بتبقى 10 دقايق بالكتير بس. أبتدي بقى أشوف الخطوة اللي بعديها هنعمل فيها إيه. سِبتها على جنب كده تريّح، وبدأت أجيب العجوة بتاعتي. طبعًا العجوة دي الكمية دي كلها 500 جرام. طبعًا أنا مش هاستخدم ال500 جرام كلّهم، بس أنا عشان أسيّحها يعني معاكم، بدأت بقى أجيبها وقطّعتها، وتجيبي نوع كويس بحيث يعني يدّيكِ طعم حلو. وقطّعتها قطع كده لإن هي بتيجي إيه طبعًا طرية، لكن عشان الجو بارد طبعًا فهي متجمّدة شوية، حاسة اللي هي يعني مسكتها تقيلة شوية. فعشان ما تتعبش إيديّا قطّعتها قطع كده، وبعد كده قطّعتها قطع مربعات. وهابتدي الأول أحطها في الكبة. طبعًا لو الكبة بتاعتكم تستحمل طبعًا، بلاش لو كبة ضعيفة تعملي فيها، هتضطري تعمليها بإيدِك، بس هتاخد معاكِ وقت شوية في العجن، هتتعبِك شوية يعني. لكن أنا باقول الكبة يعني إيه، حطيت فيها كمية مناسبة كده. وبعد كده جبت ربع كوباية من الزيت ونزلت بنص الكمية، وضربتها ضربة، وبقيت الكمية برضه حطيتها كملت بقية ربع الكوباية. وبعد كده حطيتها في بولة وعجنتها بإيدي كويس لغاية ما لميت العجينة مع بعض. وجبت كيس تلاجة وفردته، وطبعا أكياس التلاجة بتسهل عليكي جامد. وحطيت العجينة بتاعتي. طبعا لازم تدي مسحة الزيت عشان يسهل عليكي اما تيجي تشيلي العجوة أو أي حاجة تحبي تشيليها بسرعة. نقطة الزيت دي وتفرشيها كده في الفرشة بتاعتِك بتسهِّل عليكِ جامد إن أنتِ تشيليها. وغطيتها برضه بكيس زيّها كده، وبدأت أجيب النشابة بتاعتي وأفردها، لغاية ما عملتها مربع كده كبير. وعايزة أقول لكم أنا ما استخدمتش ال500 جرام كلّهم، إحنا في الوصفة دي هنستخدم بس 300، بس عشان أنا جايبة القالب فلازم يعني إيه، أفرده مرّة واحدة. وبعد كده باعينها مفرودة كده أمّا عاوزها في وصفة تانية. فأنا أخدت يعتبر ال العجوة بتاعتي فردتها وجهّزتها جنبي. والخطوة دي طبعًا بتسهِّل عليكِ الشغل، يعني أنتِ بعد ما تفردي العجينة مش محتاجة تروحي تفردي العجوة، لأ أنتِ بتبقي مجهّزاها جاهز. وبتكوني طبعًا بتستغلّي الوقت والعجينة بتستريح، بتكوني شِلتِ يعني إيه، شُغلانة عنِّك. بس كده. بعد كده حطيتها على القطّاعة وسِبتها على جنب تبقى جاهزة. وجِبت العجينة بتاعتي خلاص عدّى 20 دقيقة كده، بدأت بقى إيه، حطيتها على المفرش بتاعي. لو ما عندكيش مفرش سيليكون ممكن برضه تحطّي كيس تلاجة أو أي كيس كبير ونضيف، وتفتحيه كده بحيث يسهِّل عليكِ تفردي العجينة عليه، وبرضه بتسهِّل عليكِ تنقلي العجينة من مكان لمكان. وتدهنيه برضه بالفرشة كده نقطة زيت. عايزة أقول لكم الخطوة دي بتسهِّل عليكِ نقل العجينة من مكان لمكان. وبعد كده بدأت بعد ما فردته زي ما أنتم شايفين كده وسويته على شكل مستطيل كده، جبت العجوة بتاعتي طبعًا بالكيس بتاعها كده، حطيتها عشان أقيس المساحة اللي أنا محتاجاها. وبعد كده زي ما أنتم شايفين نقلتها في كيس لوحدها. وطبعًا الكيس بيخلّيكِ تتحكمي في العجوة، تعرفي تقلّبيها وما تتكسرش منِّك خالص. طول ما أنتِ حاطاها على الكيس وبتشغّلي بيها لغاية ما تنظّمي العجينة بتاعتِك على العجوة وتبدئي تشيلي الكيس طبيعي خلاص. طبعًا بعد كده عايزة أقلب العجينة، هينفع أشدّها كده؟ لأ طبعًا، هتروحي قلبها كده بالمفرش السيليكون
طبعًا وزي ما قُلت لكم لو ما فيش مفرش سيليكون ما فيش مشكلة، الكيس لو أنتِ عاملاها على كيس طبعًا بيسهّل لِك إن أنتِ تقلبيها القلبة دي، وبتطلع معاكِ بكل سهولة عشان برضه مسحة الزيت اللي إحنا عملناها في الأول. وبعد طبعًا أنتم زهقتوا من الكيس اللي بتاع التلاجة بس ما تقلقوش يعني إيه، هو ده والله المنقذ في الخطوات بتاعة العجينة. بعد كده حطيته وبدأت بقى أسوي كده العجينة، وجبت كده القطاعة وبدأت أشيل كل الزوايد. عايزة أقول لكم الزوايد دي أنا هاوريكم بيها كمان شوية هاعمل بيها أشكال حلوة برضه، مش هارميها ومش هاتخلّص منها، لأ أي حاجة إن شاء الله هنعمل منها أحلى أشكال من بسكوت التمر. وعايزة أقول لكم كمان اللي أنا استخدمت بس 300 جرام من العجوة، مش أخدت كل الكمية يعني. وبعد كده جبت القطاعات بتاعتي، في عندي شكل النجمة وشكل الوردة. طبعًا لو ما عندكيش أشكال أنا هاقول لكم برضه إزاي تعملوا أشكال أنتم تطلع معاكم أشكال حلوة جدًا، بس كمّلوا معايا الفيديو للآخر وما تنسوش تحطوا لي اللايك. طبعًا شكل النجمة زي ما أنتم شايفين تحفة، رائع. طبعًا عشان رمضان كمان حبيت أعمل أشكال كده تفرّح الموجودين. وعايزة أقول لكم شبه البوتفور بالضبط، يعني أنا حاسة كده إن أنا مش باعمل بسكوت لأ أنا باعمل كده حاجات للعيد. شكلها حلو جدًا، وبتدّي شكل وشايفين هي شكلها حتى لسه صغير إزاي، لسه أمّا تدخل الفرن كده عايزة أقول لكم بتنفش كده وتبقى شكلها جميل جدًا وطعمها حلو أوي. وبعدين بتجيبي الصينية اللي أنتِ هتخبزي فيها، ويستحسن طبعًا الصواني الألومنيوم لإن هي حلوة جدًا في الخبز، وهنمسحها مسحة زيت كده، والعجينة اللي هنقطعها هنبتدي نحطها فيها زي ما أنتم شايفين كده، ونوزعهم. وطب أنا ما عنديش يا شيماء أشكال مثلًا أعمل بيها، ما تقلقيش، هنجيب الفنجان أي حد عنده فنجان بتاع القهوة الصغير، ونبتدي نعمل منه أشكال الهلال زي ما أنتم شايفين كده. أول تقطيعة ممكن تبوظ منِّك، بعد تالت واحدة أو رابع واحدة تبتدي تعملي ما شاء الله الشكل كده، وتبتدي تتنيها كده من الأحرف يطلع معاكِ شكل ما شاء الله الهلال زي ما أنتم شايفين كده حلو جدًا. طيب حبايبي اللي هيسألوني بقى عن سر اللون واللمعة الحلوة اللي بنبقى في البسكوت بتاعي كده، عايزة أقول لكم دي حاجة بسيطة جدًا. هتجيبي البيضة وتكسريها وتطلّعي الصفار لوحده والبياض لوحده، وبعد كده تحطي عليه حبة فانيليا صغيرين وتقلبيهم وتبدئي تدهني كده دهنة خفيفة على كل وش البسكوت، وتبدئي تزينيه بقى بسمسم حبة البركة اللي متوفر عندِك. والصينية كده أصبحت جاهزة عندي. عايزة أقول لكم لو لسه مكملين الفيديو لغاية دلوقتي يا ريت تحطوا لايك وشير واشتراك في القناة، وتكملوا معايا الفيديو حلوين كده. عايزة أقول لكم كمان إن باقي العجينة اللي إحنا قطّعناها فردتها تاني، وأخدت قطعة من العجوة اللي كنت فرداها على الصينية معاكم، وحشيتها زي نفس الطريقة اللي عملتها في الأول، وقطّعتها بالقطّاعة. والتقطيعة اللي أنا باوريها لكم دي ممكن تعملوها أصلًا في العجينة كلّها. تقطيعة المربعات دي تقطيعة سهلة جدًا، لو أنتِ طبعًا مش متوفر عندِك أي نوع من أنواع القطّاعات. نتكلم بقى عن التسوية يا حبايبي. عايزة أقول لكم الفرن باولّعه قبل ما أشكِّل الكعك بتاعي، يعني يقعد 10 دقايق كده، أدخّلهم على درجة حرارة بيبقى درجة حرارة الفرن عالية جدًا، أقصى حاجة عندي 180، فبتدخّليه ما بيقعدش معاكِ إلا 10 دقايق بس، وطبعًا في الرف اللي في النُص. طيب لو عندنا الفرن فوق وتحت، طبعًا بافصل فوق خالص، باخلّيه يستوي على النار من تحت، وبعد ما يخلّص خالص لو لسه ما خدش وِش ممكن أفتح الشواية دقيقتين بس. لو طبعًا أخد وِش لإن هو عايزة أقول لكم بياخد وِش مع الفرن عادي. طبعًا لو أنتم الفرن بتاعكم صغير وبتدخّلوا صينية بصينية، عايزة أقول لكم أول صينية بتاخد 10 دقايق بس، ممكن تاني صينية تاخد 9 دقايق ليه؟ لإن درجة الحرارة بتاعة الفرن بتعلى، فممكن تسويه معاكِ بسرعة. شايفين ما شاء الله أشكال جميلة واللمعة بتاعته حلوة أوي، والقرمشة عايزة أقول لكم بيقرمش جدًا، وطعم العجوة مش بيجزّع، لأ بسيطة جدًا، الطبقة بتاعتها رفيّعة أوي. للي ما بيحبوش العجوة كتير طبعًا هيحبوه جدًا. وعايزة أقول لكم لونه من تحت جميل جدًا. طَب الأشكال يا شيماء اللي أنتِ عاملاها العشوائية دي، عايزة أقول لكم دي عاملاها من بعد ما قطّعت بالقطّاعات في بيبقى بواقي كده متقطّعة، قعدت أقطّعها بالسكينة كده بحيث تاخد أشكال عشوائية، وبيطلع شكلها حلو جدًا. ولمّا بتخرّجي الصينية من الفرن بتسيبيها تهدى خالص، ما ينفعش تحرّكيها، لإن لسه بتبقى أنتِ شايفاه طري بس هو هينشف أول ما تسيبيه ويهدى كده ويبرد، بينشف تاني ويبقى خلاص القرمشة بتاعته موجودة وتعرفي تحرّكيه بالصينية بتاعتِك. فبعد كده تنقليه بقى في طبق التقديم بتاعِك وكوباية الشاي بتاعتِك الحلوة كده أو الشاي بلبن تبع ما تحبّوا، وبيكون كده أسهل وأحلى بسكوت تمر تعمليه في البيت. وعايزة أقول لِك أشكاله روعة وتحفة. ولو لسه مكملين معايا الفيديو لغاية دلوقتي يا حبايبي، عايزة أشكركم جدًا. وكمان عايزة أرحّب بكل المشتركين الجداد في قناتي وكل اللي بيكتبوا لي تعليقات حلوة، ربنا يبارك فيكم يا رب. وكمان ربنا يسعد قلوبكم زي ما بتسعدوني بكلامكم الحلو. ولو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اللايك والشير كتير يا حلوين عشان نوصل ل10.000 مشترك، وقناتنا تكبر كده بيكم. وعارفة بإذن الله اللي أنتم قد الطلب اللي باطلبه منكم. وعايزة أقول لكم بقى أنا على قد ما أقدر والله باقرأ كل تعليقاتكم اللي بتكتبوها لي وبابقى فرحانة جدًا.
بكلامكم الحلو، وعايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بهلول شهر رمضان الكريم علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب، ربنا يجعلها أيام خير وبركة على الكل، وكده الفيديو بتاعنا خلص واستنوني في فيديو جديد ومع السلامة.